النهاردة هنعمل صينية الكنافة نص كاستر ونص مكسرات بمقادير سهلة وبطريقة بسيطة جدا. هتشوفوها معايا وهتجربوها هتعجبكم جدا. أول حاجة هعمل الكاستر، كوب حليب بارد، نص كوباية مية، ومعلقة سكر صغيرة، تقدري تزودي معلقة كبيرة كاستر، ده كاستر فانيليا، ونص معلقة مليانة نشا ذرة، وبقلبهم على البارد مع بعض وبرفعهم على النار وايديا فيهم لحد ما يغلي. وبعد كده بقفل عليه. هنا عندي الكنافة تكون مقطعة صغير خالص، واذا كمان تكون ناشفة ومفرومة بتبقى احلى كمان. هحط عليها معلقتين سكر بودر واقلبهم، وكمان نص كوباية سمنة سايحة، وبقلبهم كويس جدا مع بعض لحد الكنافة ما تتشرب خالص من السمنة. هجيب بقى الصينية دهنها سمنة برضو، وهنزل بيها بنص مقدار الكنافة وافردها كويس، وبايدي كده اضغط عليها. وبعدين احضر الكاستر. عندي الكاستر ده هو ده القوام اللي انا عايزاه يكون سخن كده، وبالقوام ده هنزل بيه على الكنافة. انا هعملها نص بس الصينية، فهفردها على نص الصينية بس. لو عايزة تعملي الصينية كلها بتعملي بتضعفي مقدار الكاستر. وهنزل عليها بالمكسرات برضو. الكاستر بحط عليه مكسرات بيبقى لذيذ، جربوا الطريقة دي. عايزة اقول لكم كمان الكاستر انا حطيت عليه نقطتين ريحة الموز في الاخر بعد ما خلص، بتديله طعم فظيع. وهنزل بقى ببقية الكنافة معايا، بس بعد ما اضغط عليها كده بضغط عليها بالراحة خالص عشان الكاستر ما يطلعش في الوش ويتحرق. بعد كده بجيب بقى سمنة سايحة وبقى برش على الوش كده بسيط، مش كتير، عشان تاخد لون حلو. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200 على حسب الفرن، في الرف الاوسط، تاخد لون من تحت. وبعد كده بقيد لها الشواية. وبعد ما تطلع وهي سخنة هزقيها بشربات تقيل بارد، وبعد كده بغطيها. وبعد ربع ساعة او نص ساعة باجي اقطعها بقى، بتبقى تحفة. هقطعها تشوفوها القشطة فيها سايحة وجميلة. لما بتبرد بقى القشطة ما بتبقاش متجمدة قوي فيها، بتبقى جميلة. وكمان وهي سخنة بتبقى لذيذة جدا زي ما احنا شايفين قد تحفة مستوية ورهيبة. بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. زي ما احنا شايفين روعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى قلب وتعليق حلو.